السلام عليكم في قناتي المتنوعة. معكم أسماء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. فيديو ديال اليوم هو جولة في محلات الخاصة ببيع البراد المغربي، أشكال وأنواع، وأيضا الأثمنة. نخليكم مع هذه الجولة خفيفة الظريفة. مهم هنا جميع أنواع ديال البراد كيف ما كتشوفوا معايا مع الأثمنة ديالهم. هادو راه صغارين وبطبيعة الحال ذات جودة عالية. انا كنحاول نقرب لكم باش تشوفوا النقشات اللي عليهم وحتى الاشكال ديالهم. انا جبت لكم هنايا تقريبا من الصغير حتى الكبير. هادو راه نفس الاشكال ديال هادوك اللي صغار، غير هادو راهم كبار، يعني موين ماشي كبارين بزاف. وهذيك الشوشيه اللي معلقه فقط غير تزيين، راه ممكن انكم تحيدوها وتخليو البراد بوحديتو بدون هذيك الشوشيه اللي من الفوق. هذا حتى هو راه براد صغير. انا علاش كنلمسو بيدي وكنهزو باش تشوفوه بانه راه صغير. هذا الثمن ديالو 60 درهم. راه تقالين شي شويه، ماشي دوك البراد اللي خفافين. وشو الاشكال ديالهم كيتغير، يعني ماشي نفس الشكل ديال الصغير هو اللي هاد المويان هو اللي كبير، يعني الاشكال ديالهم كتختلف. حتى الزينه ديالهم والنقش ديالهم حتى هي مختلفه. هذا 280 درهم، ولكن هذا راه كبير وراه ثقيل. شفتوا هذا الثاني؟ راه حتى الثمن كيختلف على حسب الحجم ديال البراد وعلى حسب حتى ديك النقشه اللي فيه. هادو راه من المحلات المعروفين في الرباط كيبيعوا البراد. كيبيعوا يعني اواني مختلفه ولكن الاكثريه براد. شوفوا هاد الحطه هذه ديال البراد بالصينيه حتى هي رائعه. انا هنا صورت لكم تقريبا من 3 المحلات، ولكن ركزت على 2 المحلات من الداخل مزيان. هنا اشكال عاوتاني راهم مختلفين، لا في المسكه ديال اليد لا في الشكل ديالو، راه كيكونوا مختلفين. هذا راه براد كبير، وحتى ديك النقشه اللي كتكون لتحت كتكون مختلفه. راه كنقرب لكم باش تشوفوا. كاينها بحال هاد البراد هذا اللي سامبل ما فيه لا نقشه لا حتى شي حاجه، ولكن حتى الشكل ديالو راه زوين. وكاين خلاص هاد البراد العادي اللي معروفين من الصغير حتى الكبير، ما كتكون عليهم لا نقشه لا حتى شي حاجه، كيكونوا عاديين. انا ما صورتش لكم دوك البراد اللي سامبل، دوك العاديين مره اللي كيتحطوا في الايام العاديه اللي كيستعملوا استعمالات كثيره، هذوك ما صورتهمش لكم. وكيكون حتى الثمن ديالهم طايح. شوفوا هاد البراد زوين بزاف ومباشره احسن. هذوك ما صورتهمش لكم، هذوك الثمن ديالهم كيكون معروف وكيكونوا رخاصين، وهما اللي كيتستعملوا بزاف كيف ما قلت لكم بزاف. اما بحال هادو مره مره ما، يعني ماشي غير للضيوف حتى الناس، يعني حتى لينا حنايا علاش الناس ما يفرحوش براسهم. انا ما عنديش ديك الفكره خلي الماعن غير للضياف، خلي الكيسان غير للضياف، خلي الصاله غير للضياف. راه اهل البيت حتى هما ضياف، حتى هما مره مره يدلعوا راسهم، علاش لا. هذا عجبني بزاف، هذا اللي قصير. راه واخا شفتوه قصير راه كيكون مملوء من التحت، يعني من التحت كبير، يعني واخد واحد الحجم. شفتوهم؟ ها هو الصغير ديالهم والكبير. كنحاول نهز بيدي كيف ما قلت لكم باش تشوفوا الحجم مع الهزه ديال اليد. هذا حتى هو راه كبير. البرارد الكبار كاملين ما بين 180 كلهم 240 لحد الان، يعني لحد الان راه كاين اكثر على حسب حجم ديال البراد. انا كنوريكم حتى النقشه اللي فيهم، داكشي علاش كتشوفوني كنميل لكم البراد. وخلاص هادو الصغيورين.
هادو ديال جوج الافراد، ولكن بالنسبه لي انا فرد واحد، انا من عشاق الشاي. كانت هذه الجوله في هذا المحل هذا. دابا غادي ننتقلوا لمحل اخر من الصغير الكبير كيف ما قلت لكم. هذا محل اخر ما كيختلفش على داك المحل الاول، تقريبا نفس البرارد، غير هذا عنده عاوتاني كتار بزاف واشكال بزاف متنوعه وحتى الحجم يختلف بزاف. الشي هادو تقريبا نفسهم اللي شفناهم، غير الطريقه اللي محطوط بها الاخر يعني محطوط في محل داخل، وهذا حطهم على برا والداخل. شفتوا هذا راه عنده الصولد يعني التخفيضات. هاد البراد كاملين 140 درهم. وعلى فكره هاد البراد كامل اللي كتشوفوا هنا 140 درهم، كاين الصغير وكاين الكبير. غير داك الكبير كتلقاو النقشه ديالو كتختلف، والصغير كتلقاو عامر بالنقشه. هادو عاوتاني الحجم ديالهم اكبر من هذاك اللي شفتو، راه دايرين 220 درهم. هادو 250 درهم، 250 درهم. ولكن تبارك الله راه براد كبير هذا، انتم تشوفوا الهزه ديالو، راه براد كبير وزوين بزاف. لا من الفم ديال البراد لا من النقش ديالو كامل. شفتوا الفم ديالو كيفاش موج، زوين بزاف صراحه، زوين وثقيل. انا صورت لكم هذا الفيديو باش تعرفوا الجديد ديال البراد، يعني اخر ما كاين في السوق في البراد. انا درت في المحلات، واختاريت المحلات اللي نصور منهم اللي كيكون هكا محطوط مزيان. شفتوا حتى في داك الفم ديالو راه مختلف، راه كاين اللي موج كاين اللي سامبل، وانا كنقول لكم كوكو. شفتوا هاد الاشكال اللي كيجيو قصارين، شفتوا الفم ديالهم حتى هو راه كيكون منقوش، وواخا قصارين راه فيهم الحطي، يعني القاع ديالهم راه كيكون كبير، كيكون نادي يهز تبارك الله. نتمنى التصوير يكون واضح ويكونوا كيبانوا لكم هذوك النقشات. شوفوا هادو زوينين بزاف. شو الاخر اللي داير بحال مقراج، هذا زوين فيه حتى ديك الوقفه من التحت، يعني كيجي البراد عالي شي شويه. وهذا الشكل ديالو اللي داير بحال المقراج، هذا اول مره انا كنشوفه على فكره، هو في هذا المحل. هادو تاني اللي طالعين، حنا عندنا تقريبا بحال هذا الشكل هذا اللي طالع. شوفوا هذا تبارك الله درا كبير هذا. كاينين هنا شي اشكال انا نفسي اول مره كنشوفهم. وهذا الكتكوت اللي معلق، هذاك اللي معلق راه مره صغير بحال هذا ولكن صغير. صراحه هنايا شفت برارد هماويين، يعني برارد اللي كيحمر الوجه، وحتى الاثمنه ديالهم زوينين. وبحال هاد الحطه هادي اللي كيتعطى كادو، هادو كيتعطاو كاكادويات. وايضا نموذج كيفاش كيتحط البراد مع كيسان هكاك ملونين. شحال هادي كانوا الناس ما كيزعموش على الملونين، ماشي شحال هادي، في شحال هادي راه كانوا كيسان ملونين. اما غير من هنا لهنا الناس ما كانوش كيزعموا على الصينيه هكا يكون فيها براد وكيسان ملونين. وهنا خلاص الصواني، انا الصواني ما صورتهمش بزاف غير بعجاله باش تعرفوا القيمه ديال البراد المغربي. الناس ولاو كيتفنوا فيه وكيديروا فيه ديكورات بحال هاد الديكور هذا. انا صورته من البيت ديال الصديقه ديالي. على فكره الله يشافي الام ديالها اللي شاف هذا الفيديو ووصل حتى لهاد النقطه هذا، هذه يدعي الام ديالها بالشفاء العاجل يا ربي. هاد البراد رائع كديكور، رائع من النحاس مع الكويسات ديالو. شوفوا كيفاش منقوشين، كيف ما قلت لكم الصانع المغربي والقيمه ديال البراد المغربي. الناس ولاو كيتفنوا فيهم وكيديروا فيهم ديكورات بحال هذا. هذا تا هو من النحاس. شحال هادي كانوا الناس كيشربوا فيه. هادو غير ديكورات، انا فقط كنخليكم دابا تشوفوا غير ديكوراسيون. وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. وشكرا. ودائما كنقول لكم تعليقاتكم تهمني.